لكن العجوز أبعدني، فأخرجهم منتخب الأسود الذي كان قويا في الدفاع والوسط. هل شاهدت أم رابط؟ قوي جدا بدنيا، أظنه يأكل البلبول بالشعير كل صباح، فقد نصحني بها صديقي بدر هاري، لكن ظننته يمزح. أما اللاعب رقم 8 لا أذكر اسمه، يا إلهي أذهلني، لا يترك كرة إلا ويرجعها. نعم أعرف اسمه، أناحي، لاعب موهوب ولا يزال صغيرا. سمعنا أنك ستعتزل بعد هذه المباراة، أم فقط خيبة أمل وسترجع للملاعب؟ هل صحيح هذا الكلام الذي يكتب في الصحف العالمية؟ هل صحيح أنك ستعتزل يا كريستيانو؟ في الحقيقة ذرفت الدموع بمرارة، لأني عرفت أنه آخر مونديال ألعبه، خاصة أن عمري تجاوز 37 سنة. سأصلي وأدعو الله أن يأخذ الحق في العجوز الذي جعلني احتياطيا، وكان يعلم أنها آخر مشاركة لي. كنت أريد أن أنهي مسيرتي مع منتخب بلادي بشكل آخر. لقد كنت لاعبا كبيرا طوال السنوات الماضية والكل يعلم ذلك، لكن العجوز احتقرني في آخر أيامي، وبعض المحسوبين على الجماهير البرتغالية. أما مسألة الاعتزال فالأمر يعود لي، وسأعيد التفكير مرة أخرى في الأمر بجدية، خاصة وأني وصلت إلى سن 37 عاما. ماذا ستقول للشعب المغربي بعد هذه الخسارة، خاصة وأنكم كنتم تطمحون للوصول إلى نصف النهائي؟ أقول لهم: لقد توصلت بالشكاية من المقدم هناك في مدينة مراكش، يقول لي فيها أنهم إذا خسروا فسيتم هدم فندقي بدعوى بناء بدون رخصة، والحمد لله أننا خسرنا. وأتمنى التأهل للمنتخب المغربي، فقد كانوا أقوياء. الناصري سجل هدفا عالميا، كنت أظن أن قفزتي أعلى، لكنه تجاوز الحارس واللاعب وضرب الكرة برأسه فأسكنها الشباك. أتمنى لهم حظا موفقا، خاصة أنهم أول فريق إفريقي يبلغ نصف النهائي. هل سبق لك وأن زرت المغرب؟ نعم زرته مرارا، أعجبت بكرم شعبه، وكما قلت لك لدي فندق هناك بمراكش، وأطلب المقدم من هذا المنبر ألا يقدم شكاية بي، لأنه ليست لدي رخصة البناء كما ذكر. نتمنى ذلك. نلتقي في لقاء آخر. أشكرك كريستيانو، إلى اللقاء.